الأخبار الموجزة اليوم الأربعاء. التقى القائم بأعمال وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي بالقائم بالأعمال النرويجي لأفغانستان. أشاد القائم بالأعمال النرويجي بإنجازات الإمارة الإسلامية في مجالات تعزيز الأمن والاستقرار النقدي ومكافحة المخدرات وتحسين أوضاع الإنسان في أفغانستان. قال نائب المتحدث باسم الإمارة الإسلامية السيد بلال كريمي في مقابلة خاصة مع التلفزيون الوطني، أعلن حوالي 5000 من العلماء والمؤثرين دعمهم الكامل للإمارة الإسلامية في العام الماضي. عقد اجتماع مشترك بين كبار المسؤولين في إدارة السكك الحديدية الأفغانية والحكومة الإيرانية بشأن استثمار وتطوير خط سكة حديد خواف هرات. قال القائم بأعمال وزير التعليم العالي الشيخ نداء محمد نديم في الندوة الوطنية للعلوم الطبيعية بجامعة الشيخ زايد في مقاطعة خوست: المسلمون وغير المسلمين متفقون على أن تطور العالم لا يمكن إلا بالعلم. صرحت وحدة الحماية الجمركية والعمليات الخاصة: تم منع حرق ناقلة غاز بجمرك إسلام قلعة الحدودية. قال أعضاء المجلس الأكاديمي لإدارة النهي عن المنكر بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في لقاء مع أعضاء الكتيبة العسكرية السادسة بوزارة الداخلية: كل إجراءاتنا الإصلاحية يستند إلى أمر القيادة لاستقرار النظام وبقائه، ولا نريد قبول المطالب الشخصية من الناس في هذا الصدد.